ولما بتطلع الاذاعه البريطانيه وبتقول ان جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا، بنقول لهم وانتوا ولاد 60 كلب. 5 4 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات. عود على بدء. حلقة النهاردة يا جماعة حلقة خاصة جدا، موضوع من العيار التقيل، كلام وموضوع عميق عمق البحار. الكلام هيكون بحذر جدا لسببين. الأول إنه كلام ممكن تضيع فيه رقاب، وأولهم رقبة العبد لله، رقبتي. وثانيا إن الكلام ده مختلف عن كل الكلام اللي اتقال قبل كده. النهارده يا جماعه هنقفل الباب ونسدل الستار عن لغز وفاه الزعيم جمال عبد الناصر، وما عادش فيه هيبقى اي مجال لاي حد تاني انه يتكلم في الموضوع ده. وزي ما قلتلكم يا حبايبي على طول، على الصدق والصراحه، ادله، مستندات، صور، مراجع، واللي هتلاقوها تحت في الوصف اسفل الفيديو. بس الاول فضلا وليس امرا، لو الحلقه دي عجبتكم اوعوا تنسوا تعملوا لايك عشان اقدر اجيب لكم كل ما هو جديد وغريب. توكلنا على الله، توكلنا على الله. حلقه النهارده يا جماعه بينطبق عليها المثل المصري اللي بيقول ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه. يعني اتنين بيشكلوا مع بعض، في واحد بيخلص ما بينهم او بيصالح، في النص هو اللي بيتبهدل. وزعيمنا الراحل جمال عبد الناصر هدومه ما اتقطعتش يا جماعه، هو بيخلص وبيصالح بين اتنين، لا ده مات، او بمعنى ادق اتقتل. وهقول لكم دلوقتي مين هما الاتنين اللي كانوا اللي كان بيصلح بينهم، وازاي كان هما السبب الغير مباشر في وفاه جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر يا جماعه كان انسان جميل، كان انسان راقي، والكاريزما عنده كانت عاليه جدا، الشخصيه والهيبه عاليه، بس برضه زي ما عمل حاجات حلوه وصح كتير جدا، جمال عبد الناصر اخطا كتير جدا جدا. دي الطبيعه البشريه يا جماعه، مكامل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا دلوقتي جايب لكم معايا، اعرض لكم صوره نادره للحظه اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، وهي الصوره اللي قدام حضراتكم دلوقتي. عبد الناصر قاعد مع الملك حسين ملك الأردن أثناء انعقاد مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر 1970. وأقول لكم إن شاء الله بالتفصيل إزاي ومين اللي عمل كده، وهل كان الزعيم جمال عبد الناصر هو المقصود بالقتل ولا حد تاني كان هو المقصود. المهم يا جماعة، من يوم وفاة عبد الناصر هو عنده 53 سنة، وده كان يوم 28 سبتمبر 1970 الموافق 27 رجب 1390، واللي كان موافق ذكرى الإسراء والمعراج. وده كان بعد انتهاء مؤتمر قمة جامعة الدول العربية على طول، وبعد توديع جمال عبد الناصر في مطار القاهرة لآخر الرؤساء والملوك العرب اللي جم شاركوا في المؤتمر، وهو كان الأمير صباح السالم أمير الكويت. وبنلاحظ هنا حاجة غريبة يا جماعة، بنلاحظ إنه رغم هزيمة سنة 1967 لمصر، فإن مكانة الزعيم جمال عبد الناصر ما اهتزتش، لم تهتز، وفضل هو المسيطر والزعيم الأوحد للمنطقة العربية كلها. الدليل على كده إيه؟ مؤتمر جامعة الدول العربية اللي هو ده اللي كان في مصر، واللي دعا فيه عبد الناصر جميع ملوك ورؤساء العرب للحضور فورا لهذا المؤتمر، وهم اللي جم في لحظة زي القرود وحضروا المؤتمر. المؤتمر بقى ده اتعمل ليه يا جماعة؟ عشان مذبحة أيلول الأسود. هتقولوا لي الله ايه مذبحة أيلول الأسود دي؟ دي كانت في الأردن، وكانت بين فلسطين والأردن، عرفات والملك حسين. وده موضوع بقى عايز حلقة لوحده. خلاص الموضوع إن الملك حسين جاب الفلسطينيين اللي في الأردن كلهم وربطهم ونيمهم على بطنهم ورصوهم في الشوارع، وخلى الجيش الأردني يمشي عليهم ويدوس عليهم بالدبابات وموتهم كلهم. واللي عايز يعرف ايه السبب وايه الحكايه كلها والقصه كلها بتاعت مذبحه ايلول الاسود يكتب لي في التعليقات. المهم عبد الناصر عمل المؤتمر ده عشان يصالح الرئيس ياسر عرفات على الملك حسين. نرجع بقى نسيبنا الموضوع ده ونرجع للموضوع الرئيسي بتاعنا. ما تستعجلوش يا جماعه، والله هقول لكم على كل حاجه.
وفاة جمال عبد الناصر. من يوم وفاة جمال عبد الناصر لحد دلوقتي والصحافة والسياسيين والإعلاميين كل سنة بيطلعوا قصص وروايات حول لغز وفاة جمال عبد الناصر. هل هو مات موتة طبيعية بأزمة قلبية ولا مات مقتول؟ الحقيقة إن اللي فكر الموضوع ده كان والشك في وفاة عبد الناصر كان هو الزعيم الصيني الكبير شوين لاي، واللي كان وقتها رئيس وزراء الصين، واللي حضر جنازة الرئيس عبد الناصر وكان صديق شخصي لعبد الناصر وبيحبه. وقال كلمته المشهورة اللي هي ترجمتها ما معناها، قال: لماذا ضحيتم بعبد الناصر وكيف سمحتم لأنفسكم أن تتركوا عبد الناصر يموت بهذه البساطة وفي هذه السن. دي الترجمة الصينية بالضبط لكلمة رئيس وزراء الصين شوين لاي. من هنا بدأ الشك بقى من اللحظة ديت ان عبد الناصر ما ماتش موتة طبيعية بل مات مقتول. ومن ساعتها بقى ايه لحد النهارده اتقال كتير وقليل في السبب الحقيقي لوفاة عبد الناصر. المهم القصة الأولى أن القاتل الحقيقي للزعيم جمال عبد الناصر هو الرئيس محمد أنور السادات مباشرة. وده لما كان الزعيم جمال عبد الناصر قاعد مع الرئيس ياسر عرفات في فندق هيلتون، وده أثناء قمة جامعة الدول العربية واللي كانت في مصر سنة 1970. وكان عبد الناصر بيحاول إقناع عرفات بضرورة الصلح مع الملك حسين ملك الأردن، ولكن ياسر عرفات كان رافض بشدة. وده اللي خلى عبد الناصر يغضب وينفعل ويصور. وقال لياسر عرفات، قال له: خلاص احنا هنقوم ننزل دلوقتي في المؤتمر ونعلن عن الصلح، لا اما كده لا نفض المؤتمر وكل واحد يروح لحاله ويرجع لبلده وخلاص. كان قاعد معاهم في القعده دي مين؟ في الجلسه دي الصحفي الكبير محمد حسين هيكل والرئيس محمد انور السادات، اللي شاف عبد الناصر منفعل بس بيكتم غضبه، هو عارفه صاحبه وصديقه بقى، فقام بسرعه وقال له: اهدى يا ريس اهدى، احنا مفيش حاجه، مش اي مشكله، انا اعمل لك دلوقتي، اقوم بنفسي اعمل لك فنجان قهوه ويهدى اعصابك. وراح السادات الكيتشن او المطبخ اللي هو في جناح فندق هيلتون، فلقى في مين؟ السفراجي محمد داوود. ده كان راجل نوبي، كان ده المرافق الخاص لعبد الناصر والمسؤول عن خدمته واللي من المفروض ان هو اللي يعمل قهوه. لكن السادات طلعه بره المطبخ وهو اللي عمل لعبد الناصر القهوه بنفسه. وده كان بالظبط قبل وفاه عبد الناصر ب3 ايام. وقالوا بقى ان السادات هو اللي حط لعبد الناصر السم في فنجان القهوه، او حط حبوب بتخلي ضربات القلب تزيد. والمعروف ان عبد الناصر كان عنده السكر، وده اللي خلى حالته تتدهور بعد كده ويموت بسبب فنجان القهوه المسموم. واللي اكد الشائعه دي اكتر ان رئيس السادات كان على علاقه وثيقه جدا وصداقه جامده قوي مع مين؟ مع كمال ادهم السعودي. ده رجل المخابرات السعودي وصهر العائله الحاكمه السعوديه، واللي كان على علاقه شديده وجامده جدا مع وكاله المخابرات الامريكيه CIA. والحقيقه ان كل الكلام ده كلام فارغ وليس له اي اساس من الصحه. حتى ان الصحفي الكبير حسنين هيكل واللي كان حاضر الواقعه قال ان السادات مستحيل يعمل كده لاسباب شخصيه واجتماعيه وعاطفيه. الصداقه يا جماعه كانت بين السادات وبين عبد الناصر كانت قويه جدا. ورغم كده فان هدى بنت الزعيم جمال عبد الناصر رفعت قضيه على السادات واتهمته بقتل ابوها. وطبعا رؤيه بنت السادات مش هتسكت، فرفعت قضيه هي كمان. قالت: اشمعنى ترفع قضيه على ابويا؟ انا رفعت قضيه عليها هي كمان. وخسرت هدى القضيه طبعا لعدم وجود ادله، ودفعت التعويض هدى عبد الناصر ودفعت الاتعاب. انا في رايي المتواضع استبعد كليا وجزئيا هذه القصه لسبب بسيط جدا جدا جدا، ان السادات كان هو نائب الرئيس، حلو، كان نائب الرئيس عبد الناصر، وصعب جدا ان الاثنين يتواجدوا في مكان واحد ومع بعض الا في الضروره. ليه؟ لان السادات كان هو اللي بيحل محل عبد الناصر في غيابه في مؤتمر القمه، لانه النائب بتاعه. فزي هما الاثنين هيسيبوا المؤتمر في وقت واحد؟
بس ادي الخلاصه كلها. فلا يمكن ان يكون السادات هو قاتل عبد الناصر. حتى ان القصه دي مين اللي حكاها يا جماعه؟ اللي حكاها محمد حسنين هيكل. حتى شككوا في محمد حسنين هيكل نفسه. ليه؟ لانه كان في مشاكل بينه جامده جدا بينه وبين السادات، شككوا فيه، بل ان قالوا ان له يد في وفاه عبد الناصر. هيكل كان بيصطاد يا جماعه في الميه العكره. اولا قال القصه ديت ليه؟ كان عايز يورط السادات في قتل عبد الناصر زي ما قلنا، لان كان بينه وبين السادات خلافات كبيره جدا جدا. هو صحيح قال ان السادات مش ممكن يعمل كده، بس ليه هو فتح الموضوع من اصله؟ ليه قال القصه من اصله؟ ما كانش يتكلم خالص. حتى ان سامي عبد اللطيف وزير الاعلام الكويتي وقتها قال ان هيكل نفسه له يد في قتل عبد الناصر. والدليل على كده ايه؟ انه لم يزور قبره وضريحه ابدا من يوم ما مات، مع انه كان من اقرب الناس لعبد الناصر في حياته وصديقه الصدوق. وقال وزير الاعلام كمان الكويتي ان عبد الناصر ظل في امان وحمايه 16 عاما مع هيكل، فلما اختلف عبد الناصر مع هيكل وانقلب على هيكل قتل عبد الناصر. الكلام ده طبعا معناه كبير قوي للي يفهمه ويفهم علاقه هيكل مع امريكا. نيجي بقى القصه الثانيه. القصه الثانيه ان اللي قتل عبد الناصر هو الاتحاد السوفيتي. لما كان عبد الناصر بيتعالج هناك عندهم قبل 3 أو 4 شهور من وفاته، المفروض انهم عارفين كل حاجه، كل صغيره وكبيره عن مرضه، وتقدمهم العلمي كان بيسمح لهم يعرفوا امتى المريض هيموت تقريبا لو خد جرعه معينه من دواء معين. فهم اعطوه حقنه مسمومه مفعولها طويل المدى، تاثيرها ما بيظهرش الا بعد 3 أو 4 شهور، زي ما عملوا بالظبط مع مين؟ مع رئيسهم جوزيف الزعيم الرهيب جوزيف ستالين، لما اعطوا له حقنه مسمومه. اللي خلاهم يعملوا كده بعبد الناصر قالوا ايه؟ قالوا ده راجل صلب وراجل عنيد، يمكن لو ماتوا سرحنا منه يجي اللي بعده يكون ايه؟ مرن شويه ومش متشدد، وسابوه يموت. وطبعا برضو القصة ديت محدش صدقها. ليه؟ لأنه لم يوجد وقتها دليل واحد على صدقها، دي واحد. ثانيا إنها تدخل في نطاق الخيال العلمي. نيجي بقى للقصة الثالثة. القصة الثالثة يا جماعة إن اللي قتل عبد الناصر هم إسرائيل. إسرائيل معروفة بتقدمها في تخليق المستحضرات الطبية القاتلة، وجربت السموم في بعض عملياتها القذرة، زي ما عملت مع محاولة قتل خالد مشعل اللي هو رئيس المكتب السياسي بحركة حماس، واغتيال الزعيم ياسر عرفات بالسم. وده كله فتح الباب الشك انها ممكن تكون عملت كده مع عبد الناصر، وخصوصا ان عبد الناصر هو عدوها الاول، وخصوصا ايضا ان جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل وقتها قالت بالنص الحرفي we will get him سوف نتخلص منه، والا فان العالم العربي ضائع وسيخرج من نطاق السيطره الامريكيه. واللي اكد الكلام ده الشاعر الفجومي احمد فؤاد نجم في احد اللقاءات التلفزيونيه، لما قال ان الدكتور علي العطيفي المدلك الخاص لعبد الناصر هو اللي قتل عبد الناصر، وان العطيفي اعترف له وهو معاه في السجن انه كان هو بيدلك عبد الناصر بالسم واللي انتشر في جسمه ومات بالبطيء. وقال كمان الفجومي ان العطيفي كان مجند من الموساد الاسرائيلي، بس طلع بعد كده ان كلام الفجومي احمد فؤاد نجم طلع كله كلام غلط وكذب، لان العطيفي فعلا كان مجند من الموساد الاسرائيلي، بس الكلام ده كان امتى؟ كان سنه 1971، يعني اتجند بعد وفاه جمال عبد الناصر بسنه كامله. يعني العطيفي المدلك الخاص لجمال عبد الناصر مش هو القاتل يا جماعه. القصه الرابعه ان اللي قتل عبد الناصر كان هو الرئيس السوداني جعفر النميري بالاشتراك مع صبري البنا. من صبري البنا ده الشهير بابو نضال، وده رئيس المجلس الثوري الفلسطيني. واللي حكى القصه ديت هو عاطف ابو بكر العضو السابق لمنظمه فتح. ده لانه كان بين ابو نضال وجعفر النميري الرئيس السوداني مصالح مشتركه، مقابل ان ابو نضال يخلص النميري من اعدائه، واولهم كان عبد الناصر. فاثناء زياره عبد الناصر للسودان قبل وفاته بشهور قليله، واثناء زيارته لمعرض بيعرض الغنائم اللي اتاخدت من الجيش الاسرائيلي هناك،
اهداه جعفر النميري، اهداه مسدس مسموم، هو وابو نضال ايضا اهدوه مسدس مسموم. لم لا يظهر تاثيره هذا السم الى بعد شهور. وطبعا القصه ديت مشكوك فيها ولم يصدقها احد. ليه؟ لان اللي راوي القصه ديت عاطف ابو بكر كان بيكره ابو نضال، فممكن يكون زي حسين هيكل ما افترى على السادات، يكون عاطف ابو بكر افترى على ابو نضال. نيجي بقى للقصه الخامسه والاخيره، ان اللي قتل عبد الناصر هو صهره اشرف مروان جوز منى بنت عبد الناصر، وانه كان عميل لاسرائيل. ودي ناس قالت الكلام ده وناس قالت لا ده اللي قتله هو سامي شرف السكرتير الشخصي لعبد الناصر، وكان عميل للاتحاد السوفيتي. وسواء ده او ده قال لك ان واحد فيهم هو اللي اعطى عبد الناصر كوب عصير البرتقال المسموم، المتفق عليه ان هو شارب عصير برتقال مسموم، ولم يعرفوا من اين المصدر. اشرف مروان، سامي شرف، اسرائيل، امريكا، الاتحاد السوفيتي. انما الثابت انه كان كوب العصير اللي شربه عبد الناصر به سم. واقول لكم مين اللي حط السم ومين وايه القصه كلها. خلاص انا داخل على القصه اهي، دقيقه واحده واخش على القصه الحقيقيه. كان الكلام ده في مؤتمر العصير البرتقالي المسموم في مؤتمر القمه سنه 70، وناس تاني قالت ان اللي قتل عبد الناصر هم حاكمات اسرائيل اليهود الصحراء، وانهم قتلوه عن طريق السحر الاسود. وطبعا كل ده ما فيش اي ادله قاطعه تدل على الكلام الفارغ، كل ده كلام فارغ اللي اتقال. ناتي الان سادتي وسيداتي الى القصه الحقيقيه لوفاه جمال عبد الناصر. توكلنا على الله، توكلنا على الله. كلنا عارفين ان قمه جامعه الدول العربيه المؤتمر ده اتعمل عشان الصلح ما بين ياسر عرفات فلسطين والملك حسين الاردن، بعد مذبحه ايلول الاسود اللي قلنا لكم هنعمل لها قصه كامله. اللي عايز يعرف القصه يكتب لي في التعليقات. الملك حسين جمع الفلسطينيين زي ما قلنا، جمع كل الفلسطينيين اللي في الاردن، ولا داعي لذكر السبب بقى والتفاصيل عشان ده موضوع تاني. جمعهم وذبحهم وقتلهم ونيمهم على الارض وعاش في الشوارع وداس عليهم بالدبابات وموتهم كلهم. وطبعا ياسر عرفات والفلسطينيين كلهم لم ولن يغفروا ذلك ابدا للملك حسين. وزي ما كان بيقول دايما ياسر عرفات في خطاباته، نحن شعب الجبارين، لا يعني مش هنسيب طارنا من الاخر. والحقيقه ان الخطا اللي وقع فيه ياسر عرفات خطا جسيم، هو انه استهان بعقليه وذكاء الملك حسين واستصغره، لانه كان فعلا وايامها كان يعتبر عيل صغير وما يعرفش ان حسين ده هي من دواهي العرب. ورغم المؤتمر اللي اتعمل للصلح ما بين ياسر عرفات والملك حسين، الا ان عرفات والوفد الفلسطيني اللي جاء معاه في المؤتمر كانوا جايين لهدف تاني خالص غير الصلح، وهو الانتقام من الملك حسين باي طريقه وباي وسيله. الملك حسين واللي من ذكائه انه حضر المؤتمر في اخر لحظه، لحد شكوا ان هو مش هيجي، فجه في اخر لحظه شوف الذكاء بتاعه الدهاء، وجه في طيارته الخاصه فجاه، جه وهو اللي كان سايقها بنفسه لانه كان طيار ماهر. بعد ما قالوا خلاص مش هيحضر، ليه؟ كان خايف لا يكون حد مرتب له اي عمليه اغتيال فتفشل لو اتاخر وما عرفوش ميعاد اللي كانوا مظبطين المواعيد، فما جاش وخلاص ما فيش عمليه. فقال لك انا جاي متاخر، حركه ذكاء عشان اللي عمل حاجه تفشل. الا ان الراجل جه وكان الفلسطينيين مستنيينه، تعال يا حبيبي تروح فين تعال، كانوا مستنيينه، وهم اللي حطوا السم في عصير البرتقال. وبينما كان الملك حسين قاعد مع عبد الناصر، جالهم كوبايتين عصير برتقال، واحد كوب به سم الملك حسين والاخر ما فيهوش سم لعبد الناصر. وعبد الناصر للاسف ما كانش عارف اي حاجه عن الحوار ده. انا بقول الكلام ده ليه دلوقتي يا جماعه؟ عشان هناك بعض المغرضين والاعداء وخصوصا الاخوان واللي عايزين يشوهوا صوره الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر لاسباب كلنا طبعا عارفينها.
لانهم في عهد عبد الناصر ما كانوش حتى يقدروا يتنفسوا، وكان على راسهم طبعا الدكتور الاخواني الخائن محمد الجوادي، واللي قال ان عبد الناصر هو اللي حط السم للملك حسين، علشان حسين كان مسجل مكالمه لعبد الناصر وسمعها لكل في مؤتمر قمه جامعه الدول العربيه سنه 70. هو اللي قال له بالتليفون، قال له اذبح الفلسطينيين وخلص عليهم يا حسين. انا بقول له يا غبي يا اغبى خلق الله، لو كلامك ده صحيح ما كانش حد منهم مشى في جنازه عبد الناصر، ولا كان ياسر عرفات انهار من البكاء، ولا القذافي اغمى عليه، ولا كانت الملايين المصريين وغير المصريين ورؤساء العالم مشوا في جنازته حتى. المهم نرجع لموضوعنا. الكوبايتين العصير اللي فيهم عصير برتقاني اللي فيهم واحد في السم، واحد فيه سم للملك حسين والتاني ما فيهوش سم كان لعبد الناصر. وزي ما قلنا ان الملك حسين كان داهيه وكان ذكي جدا وشكاك جدا وعلى علم ويقين انه معرض في اي لحظه للقتل او الاغتيال من قبل الفلسطينيين بالذات شعب الجبارين. والملك حسين يا جماعة ملك الأردن كان عنده عادة غريبة جدا جدا لا يتخيلها أحد، وهي إن لما حد يجيب له أي حاجة أكل أو عصير فيقوم في غفلة من اللي قاعدين يبدل مكان الطبق أو كوباية العصير اللي قدامه، خايف إن يكون فيها سم أو شيء قاتل، بحيث تبقى يلف الصينية بحيث تبقى الحاجات اللي قدامه قدام اللي قاعد جنبه. ولسوء الحظ كان اللي قاعد جنبه الزعيم جمال عبد الناصر، فشرب عبد الناصر من كوب العصير المسموم بعد الملك حسين ما بدل الأكواب مع بعضها، وخلاص. رحمك الله يا ناصر، رحمك الله يا ناصر. أخيرا أصدقائي وصديقاتي، لو عجبتكم الحلقة دي أرجو عمل لايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة لكي يصلكم مني كل ما هو جديد وعجيب وغريب. تحياتي وشكرا لكم، أخوكم عبد الرازق محمد.